السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نتعلموا ونتعرفوا على لاربوريسونس ديال لي ريبرتوار اي ديال لي فيشيي لي في سيمفوني 3. دونك خليكم معنا. دونك على بركة الله لو باكيج ديالنا اللي انستالينا في الدرس السابق غادي نلقاوه هو لو دوسيي اكزامبل اللي كاين عندنا في لا بارتيسيون سي. دونك اكزامبل htdocs وحنايا كنا سمينا لو بروجي سيمفوني 3. دونك غادي نسيليكسيوني لو دوسيي ونجليسيو في ليديتور دو كود ديالنا اللي هو سوبليم تكست. دونك لاحظوا معايا ان لاربوريسونس ديال لو بروجي كاينين عندنا 7 ديال لي ريبرتوار: اب، bin, src, test, var, vendor, web. بالنسبة للدوسي اب هي لابريفياسيون ديال ابليكاسيون. هذا الدوسي هذا هو المسؤول على لا كونفيغوراسيون ديال لابليكاسيون، منها لا كونفيغوراسيون دو لا باز دو دوني، لونفوا دو ميل، لا سيكوريتي، الكيرنل، لوتولود، انسي دو سويت. بالنسبة للدوسي بين هو فين كاين لي زيكزيكوتابل ديال لابليكاتيف او ديال لابليكاسيون سيمفوني، منها لا جيستيون دو كونسول. لو كونسول هو واحد لو سيستيم qui nous permet de créer des contrôleurs, des entités, création de bundles, ainsi de suite. Donc d'une façon automatique. احنا غادي نتعرفوا ليه ان شاء الله عن قرب اللي غيكون عليه فيديو. بالنسبة للسورس، هاد SRC c'est-à-dire source. source هو في كاين لو كود سورس ديال لابليكاسيون، يعني الكود ميتي، يعني 90% ديال لابليكاسيون او لو كود اللي غنكونوا تنديفلوبيه غادي يكون وسط هاد لو دوسي SRC. كاين كذلك ان دوسي تيست هو فين تنديروا لي تيست انسي دو سويت. بالنسبه للدوسي فار، هاد لو دوسي هو المسؤول على لو كاش، يعني اي حاجه تديرها انت في لابليكاسيون، اي دوموند، اي روت، اي يو ار ال تيتيكزيكوتا تيتقيد وسط هاد لو دوسي، غادي نلقاو فيه لو كاش. لو دوسي فوندور فين كاينين لي باكيج، فين كاين لو نوايو ديال سيمفوني انسي دو سويت. بالنسبه لو دوسي ويب هو لو دوسي accessible par un visiteur. دونك هنايا فين كاين عندنا لو فيشي اب و اب و لو فيشي appdev.php اللي يمكن ليه اكسيدي ليه اي utilisateur. كذلك وسط هاد لو دوسي هو فين تنانجيكتيو لي فيشي CSS، لي فيشي JS، لي زيماج ainsi de suite. دونك هذا هو الدوسي الوحيد اللي هو بارطاجي اي accessible par tout le monde. دونك إلا مشينا للدوسي اب كما قلنا هو المسؤول على لا كونفيغوراسيون ديال لابليكاسيون ديالنا. وسط هاد لو دوسي كونفيغ غنلقاو لا جيستيون دو كونفيغوراسيون، يعني لاكسي لا باز دو دوني، لونفوا دو ميل انسي دو سويت، البارامتراج ديال لابليكاسيون، راوتين جلوبال غادي نطرقوا ليه ان شاء الله من بعد، لا سيكوريتي ديال لابليكاسيون، لي سيرفيس اكسيتيرا. اللي هو تري 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 امبورطون هو هاد لو دوسي، هو هاد لو دوسي SRC. الا حليناه غنلقاو ان باندل. هاد لو باندل تو سامبلومون شنو هو؟ لو باندل ما تخلعوش من هاد السميه هادي، بالفرنسي هي ان بريك. لو بريك تو سامبلومون هو واحد لو باكيج. لا فيلوزوفي ديال سيمفوني هو انها يمكن لك تكريي اون ابليكاسيون هي سو فورم دو بليزيور باندل، بليزيور بريك. لو باندل كما قلنا هو ان باكيج. مثلا عندنا اون ابليكاسيون دو جيستيون، دونك نقدروا نكريو ان باندل كي في لا جيستيون ديال لي زيتيليزاتور، ان باندل كي جير لو ستوك، un bundle qui gère les commandes, un bundle qui gère les statistiques, un bundle qui gère la facturation, etc. La philosophie de un bundle qui مقلنا هو le partage. Alors l'utilité de le système de bundle هي la réutilisation de code. مثلا créer un bundle de gestion des utilisateurs. Donc il suffit انك تاخد le bundle هذا ou te partager avec une autre application. OK? Donc la réutilisation de code. Vraiment, c'est une notion très très importante en Symfony. إلا حلينا هاد لو دوسيي باندل غادي نلقاو فيه واحد لا ستركتور. غنلقاو ان دوسيي كونترولور، غنلقاو ان دوسيي انتيتي، ان دوسيي فورم، ان دوسيي روت، اكسيتيرا. دونك هنا ما كاينش عندنا هادشي اللي تنقول دابا. علاش؟ لانه
لانه سي ان بندل انيسيال. غادي تشوفوا ان شاء الله ملي غنكريو ان بندل غتلقاو اوتوماتيكمون فيه plusieurs autres dossiers منهم l'entité. L'entité, alors le modèle في Symfony هو l'entité. عقلوا عليها، ما غاديش نبقاو دابا نقولوا ان شاء الله من القدام ما غنبقاوش نقولوا لو موديل، مي غنبداو نقولوا l'entité او l'entité بالفرنسي. بالنسبه للدوسيي var كما قلنا هو فين كاين لو سيستيم دو كاش، لوغ، لا جيستيون دي سيسيون اكسيتيرا. فوندور هو فين كاين لو نوايو ديال l'application ومنها le noyau de Symfony. إلا جينا الويب tout simplement غادي نلقاو les fichiers accessibles par les visiteurs اللي هو l'app.php و l'appdev.php. l'app.php هو le fichier اللي تيتيكزيكوتا لوقيتا ملي تيكون l'environnement ديال l'application en mode production. بالنسبة إلا كنا في لو مود ديف اللي هي par défaut دابا حنايا اللي فيها دونك تيكون تيتيكزيكوتا هاد لو فيشي هذا. دونك غادي نشوفوا الفرق بيناتهم ان شاء الله في لي فيديو سويفونت. كما قلنا وسط هاد لو دوسي هذا فين تيكونوا لي زيماج، يكونوا لي فيشي سي اس اس، لي فيشي جي اس اكسيتيرا. علاش؟ لانه هذا هو لو سول دوسيي اكسيسيبل بار لي فيزيتور. اوكي دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لاربوريسونس ديال سيمفوني. اللي عنده شي لاكون في هاد لي دوسي هادو يخلي ليا ان كومونتير او ديسو دو لا فيديو او لا يتصل بيا ديريكتومون سوا باغ ان ابل سوا باغ واتساب. دونك كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.